لو انت من الناس اللي دايما بتقول انا عملت كل حاجة عشانها وسابتني، او كنت محترم وطيب وهي اختارت حد تاني، او انا مش فاهم هي عملت كده ليه، فخليني اقول لك حاجة. انت مش وحش اطلاقا ولا قليل، وانت اكيد مش لوحدك. الحاجات دي مرت علينا اغلبيتنا كرجالة، بس في احتمال كبير انك كنت نايس زيادة عن اللزوم، وده مش عيب فيك، بس هو السبب في انك دايما بتتغفل. وآسف عن القسوة في اللفظ، ولكن أنا جاي من هناك. بس فقت. وعشان كده الفيديو ده مش مجرد نقد، دي بداية رحلة هتفهم فيها اللعبة، وهتبدأ تشوف الواقع بعين تانية خالص. أهلا بيك يا صديقي في المان كود. مين هو النايس جاي أو الراجل الطيب؟ الراجل الطيب هو الراجل اللي اتربى على فكرة لو كنت طيب، محترم، متاح، مهتم، هتكسب قلبها. بس الواقع بيقول غير كده تماما. هو دايما بيقول حاضر، بيخاف يزعلها، بيبرر كل حاجة، بيبعت رسايل كل دقيقتين، بيستناها ترد بالساعات، بيحاول يعجبها بأي طريقة، وبيتهيأله إن ده حب. بس للأسف ده تعلق، وملوش علاقة بالحب إطلاقا. وده اللي بيخليها تبعد أو تزهق أو تسيبه. أنا كنت هناك، كنت الراجل اللي بيكتب رسائل طويلة وبيفكر فيها أكتر ما بيفكر في نفسه. كنت دايما بسأل ليه كل ما أكون طيب أكتر بخسر أكتر؟ ليه كل ما كنت بدي في العلاقة بلاقي مردود مختلف تماما عن اللي كنت متوقعه؟ طيب، ليه النايس جاي أو الراجل اللطيف أو الراجل الطيب مش جذاب؟ لأن الجاذبية مش في الطيبة، الجاذبية في الثقة، الحزم، والقيادة. الست بتحب الراجل اللي عنده إطار، مش اللي بيدور على رضاها. النايس جاي بيحاول يعجبها، أما الألفا بيخليها هي اللي تحاول تعجبه. أما بقى السيجما مش فارق معاه، وده اللي بيشدها أكتر. عارف الراجل اللي بيبعت لها كل يوم صباح الخير، اللي بيستناها ترد؟ ده نايس جاي. طيب عارف اللي بيختفي يومين وهي اللي بتبعت له؟ ده راجل فاهم اللعبة الصح، مش لأنه بيتلعب بيها، لكن لأنه مش محتاج منها حاجة. وده اللي بيخليها تتشدله. انت شايف نفسك فين؟ ألفا ولا سيجما ولا نايس جاي؟ فكر فيها شوية ورد بكل صراحة على نفسك. تعالى معايا بقى كده أخدك لفة سريعة وباختصار على عقل المرأة والخبايا بتاعته. الست مش دايما بتنجذب للي بيقول لها بحبك، هي بتنجذب للي بيخليها تحس بالغموض، بالقوة، بالثقة. عقلها الواعي بيقول أنا عايزة راجل طيب، بس عقلها الغريزي بيقول أنا عايزة راجل قوي. في فرق بين الاتنين على فكرة، في فرق كبير بين عقلها الواعي وعقلها الغريزي. الواعي ده الظاهر، ده الكلام اللي هي بتقوله، اللي هي فاكرة نفسها بتفكر فيه. أما عقلها الغريزي ده في العقل الباطن جوه، دي غريزتها، دي الفطرة. بتعمل حاجات من غير ما تحس، وأنا جاي أقولك على الحاجات دي. وده مش تناقض، دي طبيعتها. هي مش بتدور على راجل يرضيها، هي بتدور على راجل يقدر يقودها. وده مش معناه على فكرة انك تكون راجل قاسي مثلا، لا لا، بس لازم تكون ثابت، مش بتتهز، مش بتتغير عشان، مش بتخاف تخسرها. اللي بيوصل لعقلها الواعي بياخد شكر، اما اللي بيوصل لعقلها الغريزي بياخدها حرفيا. هنا بقى
هنوصل لنقطة إدراك أو لحظة إدراك اللي هي الريد بيل. أنا متأكد إن أنت سمعت المصطلح ده أو عدى عليك قبل كده. الريد بيل مش كره للستات ومش كتالوج للسيطرة. الريد بيل هو لحظة إدراك، لحظة وعي، لحظة تفهم فيها إنك مش لازم تعجبها، لا أنت لازم تحترم نفسك، إنك مش محتاج تثبت نفسك، لا أنت محتاج تبني نفسك، وإنك مش ضحية، أنت بس مش فاهم هي بتنجذب لإيه. الريد بيل بيخليك تشوف الواقع زي ما هو، من غير فلاتر ومن غير أوهام، يوريك الحقيقة حتى لو كانت مش على هواك، حتى لو كانت مؤلمة بالنسبة لك. وده اللي هنعمله هنا في مان كود. القناة دي على فكرة مش لأي حد، القناة دي مش للكل، دي للراجل اللي تعب من التمثيل وعايز يعيش برجولة حقيقية، عايز يعيش بفطرته، مش رجولة مستعارة أو تم تدجينها من المجتمع، زي الأغاني الرومانسية. وهنتكلم بالتفصيل عن الحاجات دي، زي الأغاني الرومانسية بتاعت عمرو دياب مثلا أو تامر حسني، أو النمط ده عموما، أو الراجل دايما الكليشيه اللي في الأفلام زي ما تربينا عليها، اللي بيجيب ورد، اللي اللطيف، الراجل اللطيف. كلنا عارفين احنا من قصدي ايه بالظبط. هنا انت هتفهم الفرق بين الألفا والسيجما، وازاي توقف التعلق وتبني اكتفاء ذاتي بنفسك، ازاي تتعامل مع اختبارات المرأة اللي هي بيسموها في الريد بيل بيسموها الشيت تيست. هنتكلم عن الموضوع ده في فيديوهات منفصلة كتير جدا. ازاي تكون راجل بيقود مش بيتقاد، راجل مش تابع. هنتكلم عن الجاذبية والإطار والفحولة، وهنتكلم عنك، عن اللي انت بتحسه، عن اللي مفيش حد بيشرحه، عن اللي بتعيشه كل يوم ومش لاقيله تفسير. لو انت نايس وبتتوجع، او كنت نايس وقررت تتغير، اشترك في القناة وسيبلي في الكومنت ايه اكتر موقف حسيت فيه انك كنت طيب زيادة عن اللزوم. لان الرجولة مش انك تعجبها، الرجولة انك تعجب نفسك الاول. وده اول درس في مان كود.